مساء الفل عليكم. الناس اللي بتسأل على الفرصة الذهبية، عشان في ناس مش واصلة لها الموضوع أوي. بص يا سيدي، الفرصة الذهبية دي عبارة عن انت بتخش فرصة واحدة، تخشها مرة واحدة وانت وانت بتستخرج رخصتك هنا وكده في دبي. انا بتكلم عن دبي لان المدرسة في دبي وانا شغال في دبي. انت تخش امتحان اشارات عبارة عن 40 سؤال على الكمبيوتر، عايزينك تجيب منهم 30 سؤال صح، وده بديلك تدريبات ولينك كده تقعد تتدرب عليه فيه. بعد ما بتعدي امتحان الاشارات بتخش امتحان فاينل سواقه، ده بيبقى من الار تي اي ومواطن هو اللي بيمتحن. تمام، فهي دي الفرصه الذهبيه. طب لا قدر الله لو سقطت، بترجع تخش تعيد من الاول على حسب بقى الباكج اللي انت هتخش فيه. فالريسك بتاع الفرصه الذهبيه بيبقى عالي شويه، بحيث ان انت لا قدر الله لو سقطت بترجع تعيد من الاول تاني. فانا نصيحتي للناس اللي هي ما سقتش هنا قبل كده واول مره تطلع مثلا رخصه، او اول مره تسوق هنا، ما انت اكيد اول مره تطلع رخصه، يعني اول مره تسوق هنا في الامارات عامه، لا خليك في باكج عاديه، هتاخد لك بقى 10 ساعات او 20 ساعه لو انت معكش رخصه خالص، وهتخش 5 امتحانات. لا قدر الله لو سقطت في اي امتحان من ال5 بتعيد الامتحان بس وبتاخد عليه تدريبات تاني. فالفرصة الذهبية برشح بيها للناس اللي هي بتعرف تسوق قوي وساقت هنا في الامارات عامة وعارفة القوانين وعارفة كل حاجة. ما بنصحش بيها قوي عامة الناس اللي هم لسه ضعيفين في السواقة، او مثلا يقول لك اخش اجرب. لا، مفيش حاجة اسمها كده، لان انت كده بتخسر نفسك فلوس ومجهود والموضوع هيطول منك. لان انت زي ما قلت انت بتخش امتحانين، لو سقطت بترجع تعيد من الاول تاني. طب وعلى ايه؟ طب انا اخش الباكج وهيبقى نفس الرينج كده السعر، خاصة الناس اللي هم معاهم رخصة ازيد من 5 سنين. فانا نصيحتي خليك في السيف سايد، بلاش فرصة ذهبية كتير. في ناس اخدت فرصة ذهبية، في ناس معايا مطلعها فرصة ذهبية. بس انا زي ما بقول لك كده، انت لو مستعجل ما تاخدش الريسك اللي انت لا قدر الله لو سقطت ترجع تعيد من الاول. لا خلاص، انا اخش باكج عادية، اخش 5 امتحانات وامشي فيهم واحدة واحدة والموضوع يتم معايا. بس ومساكم زي الفل، وبالتوفيق للجميع.